طبعا دي مبادرة ان احنا ازاي نعمل مسبيرو خالي من التدخين. المبادرة دي تحت رعاية السيد الأستاذ أحمد المسلم الوطنية للإعلام وبرئاسة الأستاذ مجدي لاشين أمين عام الهيئة. كلنا عارفين الآثار الضارة للتدخين، يعني احنا عندنا نصل إلى من 20 إلى 30 مليون مدخن، ده رقم كبير جدا. لما نلاقي أن متوسط الإنفاق على التدخين 6000 جنيه سنويا، ده رقم كبير جدا. أما نلاقي من 15 إلى 20% من ميزانيات وزارة الصحة بتستنزف على التدخين. كل دي آثار مهمة جدا بتنعكس على المجتمع. احنا النهارده طبعا جايين مع زملائنا الإعلاميين والناس العاملين في مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، المبنى اللي هو قدوة وبيقود تغيير صحي مجتمعي أخلاقي. فطبعا حاجة مهمة جدا منتشرة. طبعا في أساتذة كبار في هذا المجال معانا بيوصلوا رسائل عن أهمية الإقلاع، المزايا بتاعة الإقلاع، إن الواحد إزاي ياخد قرار يوفر فلوس يبقى عشان صحته، عشان صحة ولاده. طبعا احنا التدخين مشاكله كتيرة جدا بالنسبة للفرد اللي بيدخن وبالنسبة للناس اللي حواليه. الدراسات كلها خلاص احنا بقالنا سنين وسنين عارفين مشاكل التدخين ايه. التدخين بيأثر على القلب طبعا، بيعمل أزمات القلب، بيعمل ضيق في الشرايين وكسور في الشرايين وضعف في عضلة القلب. كمان التدخين بيأثر على الرئة، بيعمل سدة رئوية، بيأثر على التنفس، وبيعمل سرطانات في أماكن كتيرة في الجسم. في الرئة طبعا هي اللي مشهورة قوي، لكن في أماكن تانية زي المثانة، زي أماكن أخرى برضو بيحصل فيها كانسر. فدي من المشاكل الكبيرة جدا اللي كلها مثبتة. المشكلة اللي محدش بياخد باله منها التدخين السلبي، الناس اللي قاعدة جنب المدخن، بالذات لو مكان مقفول في البيت أو في الشغل أو في ميكروباص أو في أي مكان مقفول. الشخص اللي قاعد جنب المدخن بيتأثر تأثير كبير جدا جدا. لو واحد بيدخن في البيت، الأطفال ممكن يبقوا طول عمرهم عندهم ربو بسبب إن أبوهم بيدخن في البيت. والحقيقة إن الناس تخرج مثلا يطلع يدخن في البلكونة ويرجع مش ده الحل، أو يروح أوضة تانية مش ده الحل، لازم يخرج بره البيت خالص. وحتى في العربية نفس المشكلة. فالتدخين السلبي كمان لازم ناخد بالنا منه عشان ما يحصلش مشاكل لأحبائنا إن شاء الله. الخبر الحلو في الموضوع بالنسبة للقلب على الأقل يعني إن it's never too late. يعني في أي وقت الشخص هيوقف التدخين هنستفيد. يمكن ده الكلام ده مش بالظبط على الرئة، يعني الرئة للأسف في لحظة ما لما بيبوظ فيها جزء للأسف ما بيتحسنش قوي حتى لو وقفت السجاير. لكن القلب غير، في أي وقت المدخن هيبطل تدخين القصة بتاعت القلب هتقف، هتقل، الضغط بيتحسن، التعب اللي بيحصل في بطانة الشرايين بيبتدي يتحسن واحدة واحدة تدريجيا. وبعد طبعا الناس مختلفة، ان بعد كام سنة في ناس تقول 2 وناس تقول 5، لكن بعد عدة سنوات بيبقى تقريبا خطورة مرض القلب زيه زي اللي ما دخنش قبل كده. طبعا مبادرة رئة وردية اللي احنا فيها النهاردة و100 مليون صحة نفسية هما مبادرتين مختصين بالصحة، الصحة الجسدية ناحية رئة وردية والصحة النفسية ناحية 100 مليون صحة نفسية، كلهم أو الاثنين من خلال مؤسسة مشهرة، مؤسسة صحة مصر. وإحنا بقالنا أكتر من 3 سنين شغالين في المبادرتين علشان خاطر نوصل المعلومة، علشان خاطر نكون ناس كتيرة أو يعني مجتمع حوالينا، مجتمع ممكن من الشباب، مجتمع من الأطفال، مجتمع من الآباء والأمهات، مجتمع من المتخصصين في المجالات المختلفة. وبنعمل طبعا في المدارس وفي الجامعات بشكل أساسي. الفكرة بتاعت العلاج المعرفي السلوكي هي الأفكار بتدينا بعض المشاعر بتخلينا نعمل سلوك. الأفكار اللي احنا بتجيلنا لما بنكون قاعدين في قعدة كويسة بنشرب فيها شيشة فيب كذا، فبتبقى لمة الأصحاب وهكذا، فالناس بيجيلها إحساس ومشاعر حلوة، فبالتالي السلوك بتاعها بيتكرر. احنا بقى كمعالجين بندخل على الأفكار دي، بنغير الأفكار دي بأفكار تانية
اكتر ايجابيه، فبالتالي المشاعر بتاعتنا بتتغير، بالتالي السلوك بتاعنا بيتغير. طبعا ده ما بيحصلش من مره واحده، لازم بالتجربه، ولازم كمان المدخن يكون هو عايز اصلا من نفسه ان هو يبطل. طبعا بنوعيه باضرار التدخين، وبنديله امثله على ناس حصلت لها مشاكل وامراض بسبب التدخين وهكذا. ازاي ان احنا نقلع عن التدخين؟ احنا النهارده بنساعد المدخن النهارده ازاي كيف يقلع عن التدخين، وده من خلال تبرع من احدى الشركات عن طريق بخاخه بتستخدم عند الاحساس بالتدخين، بيرش بخه في الفم. 70% من الناس بيقلعوا عن التدخين خلال 3 ايام. ناس كتيرة بتكمل في التدخين علشان احتياجها لهذه المادة، علشان خاطر مزاجها يبقى أفضل أو معتمد عليها بهذا الطريقة. وطبعا بعد كده هيبقى فيه دعم نفسي ومتابعة لكل الحالات، بالذات طبعا إن احنا داخلين على رمضان. أنا من خلال النيل الثقافية مبسوط جدا إن أنا بوصل رسالة، وده أحد الأهداف المهمة النهاردة من وجودنا في مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، نوصل للآخرين بره المبنى، قرايبنا وزمايلنا واخواتنا وحبايبنا. ان شاء الله يبقى رمضان السنه دي بدايه جديده لحياه بلا تدخين. سعيد جدا ان انا كنت جزء من المبادره، وجزء من تحويلها من مجرد مبادره لتوعيه المدخنين الى مبادره خيريه. في الحقيقه احنا كنا بنستهدف المدخنين بصفه عامه، ولكن حاولنا في المنوفيه نعمل شكل جديد للمبادره ونطورها يعني. فكان التغيير ده استهدف الاسر المستحقه والاولى بالرعايه. كان فيهم ناس كبيره جدا او عدد كتير جدا بيدخن. الحمد لله بعد ما بدانا ناخد المبادره معاهم في ناس كتير جدا منهم بطلت. ده بشكل كبير اثر على او غير في حياتهم الاجتماعيه وحياتهم الاسريه، لما بدا يوفر الفلوس يعني عشان يقدر يعيش حياه اجتماعيه سليمه. احنا كمان في المبادرة بتاعتنا بنركز على الأطفال بالذات، كمان مش الناس اللي بتدخن أكبر منهم. طبعا الأكبر ليه؟ لأن هم قدوة للأطفال، سواء كانوا مدرسين أو كباتن في النوادي أو أب وأم أو مدرس أو هكذا، بنركز عليه عشان هو كمان قدوة للأطفال والنشء اللي طالع دلوقتي. أهم حاجة عندنا كمان إن المشكلة الجديدة اللي ظهرت إن الموضوع ما بقاش سجاير فقط، لا الموضوع بقى حاجات جديدة دلوقتي زي الفيب والآيكوس والحاجات الجديدة كلها الشباب بيحبوا يقبلوا عليها، خصوصا المراهقين عشان بيجربوا. وطبعا الافكار اللي بيتبنوها على فكره ان انا ابقى راجل وان انا ليه ما ابقاش زي اصحابي وهكذا. فاحنا بنحاول ان احنا نوعيهم ان الحاجات دي ما هياش اقل ضررا ولا حاجه، ده بالعكس ممكن تكون اكثر ضررا من السجاير، بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين. وبنعمل طبعا انشطه رياضيه احيانا وانشطه فنيه، والحمد لله عاملين تاثير جميل في التوعيه. وطبعا قصه توفير العلاج ده جزء من تعاوننا مع الشركات والجهات المختلفة علشان خاطر نساعد التدخين. لأن ناس كتيرة بتقولك أنا مش عاوز تقول لي أضرار، أنا مش عاوزك تقول لي بطل تدخين، قول لي أبطل إزاي. فإحنا النهاردة بنقول نبطل إزاي. الشهر اللي فات كلية طب جامعة لندن بناء على طلب من وزارة الصحة البريطانية طلبت منهم دراسة يعملوها على معدل الأعمار ولا علاقة بالتدخين ولا لا. والكلام ده منشور الشهر اللي فات وأعيد نشره تاني الأسبوع ده. وقالوا إن كل سيجارة بتنقص من عمر الإنسان 20 دقيقة، وإن كل علبة سجاير بتنقص من عمر الإنسان 7 سنوات. إحنا كلنا مقتنعين تماما إن التدخين ضار بالصحة، كلنا مقتنعين، وكلنا عارفين إن التدخين ده زي تفاحة سامة كده. أنا بجيب تفاحة وبقول لك التفاحة دي فيها سم، هتاخدها ولا لأ؟ فأنت عارف إن هي فيها سم ومع ذلك أنت بتاخدها. أنا مش عارف إن إحنا يعني قد إيه عايزين نقنع الناس. لو في كل ندوة عملناها عن التدخين قدرنا نخرج بين 2-3 أقلعوا عن التدخين، والله ده نجاح كبير جدا. إحنا في كل سنة والله يا دكتور عادل يا دكتورة ودكتور وائل وكل زمايلنا كل مرة نقول الإقلاع عن التدخين، الإقلاع عن التدخين، مفيش فايدة. يا إخوانا 15% من النفقات اللي بتنفق عن وزارة الصحة كلها بتستنزف بسبب التدخين. لو قعدنا نحسب دراسة اقتصادية اتعملت ان احنا تقريبا دخلنا ان احنا 30 مليون، تقريبا قربنا من 30 مليون مدخن عندنا في مصر. ال 30 مليون مدخن ادنى نفقات سنويه 6000 جنيه سنويا. يعني لو كل واحد بيصرف كل شهر 500 جنيه بيولع فيهم ويرميهم، ده مين المسؤول عنه؟ مين هيحاسبه عليهم؟ لو انت بتجيب ال 500 جنيه ده اكل لاولادك ولا اكل لك، اعتقد ان انت افدتهم. هي طبعا يا اما بتترش على الجنب اليمين او الشمال،
او تحت اللسان، بس تحت اللسان بتبقى مستفزه شويه، انما في الجنب اليمين او الجنب الشمال سهله. الاهم من ده انها ما تتبلعش على طول، لان لو اتبلعت على طول زي ما انا عملت دلوقتي كده بتعمل زي زغطه كده، لانها فيها نيكوتين. البخه اللي احنا بندخلها دي بتدخل في خلال 30 ثانيه نيكوتين على المخ. انا ما بدخنش بس خدت نيكوتين، بتدروخ شويه طبعا، انما الشخص المدخن بتديله نفس احساس السيجاره. فالواحد بيستخدمها قد ايه مع كل بخه، مع كل رغبه في التدخين. ممكن ناخد بخه لحد 60 بخه في اليوم، هي فيها 150 بخه طبعا. احنا النهارده كنا بنتكلم مع الناس على قد ايه التدخين مضر جدا، وازاي ان هم يستخدموا العلاج النفسي للتدخين زي ما بيستخدموا ادوات تانية. النهارده كان معانا الدكتور وائل والدكتور عائشه، هم اللي كانوا في الندوه بيتكلموا مع الناس انه لازم نعمل جنبا لجنب العلاج النفسي مع العلاج اللي موجود زي بخاخه او حاجات تانية مثلا بياخدوها عشان ايه يقدروا يوقفوا التدخين. احنا بنستخدم في العلاج النفسي كذا اسلوب، منه ان احنا نوضح فين دور الشخص جوه المساله، لانه بيبقى متعلق بمشاهد وحاجات كتيره جدا ومش شايف هو دوره هنا ايه، دوره سلبي، دوره مقلد، دوره ضحيه. فهو بيقتنع بشخصيه محدده ويبتدي يمثل الشخصيه دي ويندمج فيها، فيتحول لمدمن وكمان مدمن سلوكي. فاحنا عايزين نعالج الجزء السلوكي من خلال التدخل النفسي، وان شاء الله الناس تقدر تتوقف عن التدخين بشكل كامل من اجل صحتهم ومن اجل اداء افضل ان شاء الله. ومن خلال مبادره رئه ورديه انا شايفه ان التدخين ده عاده، من خلال ان احنا نغير السلوك او نغير الافكار، سواء بقى من خلال الCBT او الاكت اللي هو التقبل والالتزام. ممكن ان احنا نوصل لحد مش بيدخن، لان احنا لو هو مثلا عنده نوع من انواع التشوهات المعرفيه نقدر من خلال الCBT نغيرها له ونوصل لافكار صحيحه من خلالها ما يدخنش. لو هو عنده نوع من التجمد او عدم المرونه ممكن من خلال الاكت او التقبل والالتزام ان احنا نخلي عنده مرونه، بحيث برضو ان احنا نخليه يقدر يغير الافكار بتاعته ونوصل ان احنا نخليه يقلع على التدخين نهائيا باذن الله. يا رب يعني المبادرات دي تبقى كويسه جدا ونافعه للعاملين بالهيئه، حاجه كويسه. المبادره جميله طبعا، حته ان الواحد يعني يقلع عن التدخين بالصور اللي حضراتكم عرضتوها والاسلوب وحاجه زي كده، طبعا شيء جميل ونتمنى ان احنا ننجح فيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بقالنا سنين طويله بندخن، فهي المبادره كويسه جدا جدا جدا. ان شاء الله ابطل تدخين، لان فعلا نفسي ابطل تدخين. طبعا احنا وصلنا الرسالة لحوالي 500,000 شخص. طبعا في الأنشطة اللي احنا عملنا حوالي مثلا 12 أو 13,000 حد شاركوا معانا في الأنشطة المختلفة في المدينة الرياضية، في العاصمة الإدارية، في مركز شباب الجزيرة، في بعض الأندية، في أماكن مختلفة. والحمد لله يعني احنا بنتكلم في الحملة الأخيرة دي احنا موفرين حوالي 17,000 عبوة، أقلع منهم لحد دلوقتي فعليا ومكمل معانا بعد استخدام هذه البخاخات حوالي 12,000. وطبعا الأهم هو الاستمرار، مش الأهم احنا وصلنا لحدد قد ايه، بس النسبة دي طبعا نسبة جيدة، وخاصة ان كل حاجة في مجتمعنا بتشجع على التدخين. أقصد كل حاجة، الضغوط، أقصد ان انا بروح عزاء، اروح اماكن مختلفة، عمل موجود. فاحنا الجهد اللي احنا بنعمله ده بداية لحاجات كتيرة ان شاء الله قادمة.